إخوان السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. المهم إخوان، قبل ما نبداو هذا الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله، بغيت ندير واحد التحليل معكم على هذه العقود اللي أعلنات على إيطاليا متأخرة بزاف، تقريبا 3 ديال الأشهر على الوقت المعتاد. ما عرفش الإخوان، كاين شي حاجة ماشي هي هذيك في هذه العقود هادو. ما فهمتش علاش ما طلقوهمش حتى لدابا، وعلاش غادي يبقى الدفع حتى ل 31 شهر 12 2019، وعلاش ما فيهمش لي بادانتي وواحد المجموعة والعديد طلبوا باش تكون ساناتوري للبادانتي. والحكومة الإيطالية عارفة بأن إيطاليا الآلاف من مساعدة المسنين وذوي احتياجات خاصة بدون رخصة ديال الإقامة، وعلاش ما داروش فيهم لي بادانتي. واللي غريبة بزاف، هذه تقريبا كيديروها كل الدول الأوروبية ماشي غير هما، هي العقود اللي كتكون حرة وفي رأس المال ديال الشخص اللي باغي يجي لإيطاليا أكثر من 500 ألف أورو، نص مليار تقريبا. والقنصلية كتدرس المشروع ديالو، عادي يمكن ليه يدخل إيطاليا. والناس عارفين عباد الله، واش اللي رأس المال ديالو نص مليار باغي يجي لإيطاليا، هادشي اللي ما كيتقبلوش العقل. ولكن النقطة المهمة هي ديال الاستجواب اللي قال فيه سالفيني بأنه وقع على 30 ألف عقد عمل موسمي. ولكن كيفاش حتى جاوب، وكيفاش الطريقة اللي جاوب بها على هذا السؤال هذا؟ بعد ما سولوا الصحفي، سولوا واش كاين شي حل باش تحارب هذه الهجرة السرية، وكان الجواب ديالو هكا. هو أنه قال وقعت ديك الساعة على 30 ألف عقد عمل موسمي. وصراحة الإخوان أنا ما فهمت والو من هاد الحكومة الجديدة. وبزاف الناس ايطاليين ومواقع كلشي كانوا كيظنوا، ماشي بعيد بزاف، غير مؤخرا، غير الاسبوع اللي فات تقريبا، كلشي تقريبا كانوا كيظنوا، كيقولوا عارفين تقريبا، كانوا متاكدين بان الانطلاقه ديال هاد العقود ان شاء الله ما غادي تكون حتى مورا الانتخابات. وكاين اللي قال ما بقاش يخرجوا كاع نهائيا. غير واحد النقطه اخرى على حساب الكونترات ديال 2018 الاخوان، راه كاينين باترونات كاملين الاخوان، فيهم كل الشروط اللي مطلوبه من كل شيء، وما خرجوش ليهم هاد لي كونطرا ديال 2018 ديال السنه اللي فاتت. واخا بزاف ديال الاخوان قالوا خاص غير الباترون يمشي يسول فيهم، ولكن كيف قلت لكم الاخوان، راه بزاف المشغلين مشاو سولوا ومتوفره فيهم كل الشروط زعما، وما خرجوش ليهم هاد لي كونطرا ديال 2018. خرجوا تقريبا غير الناس الاولين وقلال بزاف، واحد النسبه قليله بزاف. ومشكل اخر الاخوان، هو واحد الصديق غير مؤخرا وشويه عنده مع السياسه، قال لي بان الكونترات اللي دفعوا في شهر واحد ديال 2018، وقال بان سالفيني بدا المهام ديالو كسيناتوري ديال ايطاليا نهار 23 مارس 2018، وبدا المهام ديالو كوزير ونائب الرئيس نهار 1 شهر 6 2018 من نفس السنه. وقال كيفاش بغيتي هاد الكونترا يخرجوا ديال 2018. وقال عاوتاني بان هاد العقود الموسميه ديال 2019 ضروري يوقع عليهم وضروري يصادقوا عليهم، حيت داخلين الاخوان في قانون الهجره والمهاجرين، تيستو اونيكو بر ليميغراسيون. المهم الاخوان، بغيت غير ننصحكم وكنتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو، حيت الا ما خرجوش، وما كنتمناش انا بطبيعه الحال هادشي، الله يسر على كل واحد والله يسهل على كل واحد. غير الا ما خرجوش الاخوان، ما تكونوش مستغربين من هاد الحكومه. راه كل شيء ممكن، كيف ما وقع لي كونطرا ديال 2018 اللي سببهم سالفيني، كيف ما قلت لكم دابا، راه بزاف الناس ما انتبهوش هاد القضيه. وهاد الهضره ما قلتهاش غير انا، راه قالوها بزاف الايطاليين في بزاف المجالات، وفي بزاف الحمد لله كنعرفوا ناس، وبزاف الناس قالوا هاد الشيء هذا. راه قالك مادام دخل سالفيني، راه الا كل شيء غادي تحبس بزاف د الحوايج، منهم لي كونطرا. ولكن البعض غادي يقول كيفاش سينا على هاد لي كونطرا ديال 2019؟ علاش؟ لانه الاخوان راه ضروري يسيني، كيف ما قلت لكم راه داخل في واحد القانون ديال تيستو اونيكو بر ليميغراسيون ديال الهجره والمهاجرين. وكاين سبب اخر الاخوان مورا الانطلاقه ديال هاد العقود، هي المنظمه ديال لاغول ديريتي، بعد ما داروا مظاهرات نهار 5 تقريبا في شهر مارس. وكنت درت فيديو على هاد القضيه هادي ونداءات، وسالفيني راه ربما لبى الطلب ديالهم، لانه في مصلحته، حيت الانتخابات قريبه وما بقاش ليها بزاف ديال الوقت، راه تقريبا نهار 26 ماي ان شاء الله. المهم الاخوان، نصيحه لكم ما تسبقوا حتى ريال شي واحد، وبعيدا من المشاكل نصاب ولا ماشي نصاب ولا اللي غادي يدفع عليك. ولكن الاخوان نجيكم من الاخر، ما كاينش الثقه في هذه الحكومه، انا كندوي على الحكومه.
يقدروا يفيقوا غدا الصباح الاثنين ان شاء الله، ولا يلغيو في الاسبوع الجاي، ولا يلغيو في مورا الانتخابات، الله اعلم. راه كل شيء ممكن مع هذه الحكومه، كل نهار كيديروا قانون. يقدروا يصرحوا بهم اليوم ومن بعد يحبسوهم. لهذا الاخوان انا قلت هذا التحليل هذا غير باش ننصحكم، وبحال والو ينوضوا لي ثاني اصحاب قنوات اخرى تاع البوز ويقولوا كنضحك عليكم وما باغيش لكم الخير. انا الاخوان بغيتكم غير ديروا بحساب كل شيء، وراه كل شيء ممكن، وما تغامروش بزاف حتى في الفلوس ديالكم. هادشي علاش درت هاد الفيديو هذا تقريبا باش نساعد شي ناس، وكاين شي اخوان تا هما يقدروا يدبروا على خدمه من هاد المواقع هادو. وهاد جوج شركات اللي غادي نخلي لكم بارقام الهواتف ديالهم، وان شاء الله كل شيء غادي نفهموه في هذا الفيديو. غير الاخوان نصيحه لكم لوجه الله، الواحد ما يتسرعش، لان هذه الحكومه ماشي بعيد باش تغير الراي ديالها وتلغي كل شيء. راه كل شيء ممكن مع هذه الحكومه هذه. اذا الاخوان مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو. وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم في البدايه. المهم الاخوان، هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله على العقود الموسميه والتدفقات ديال 2019، وعلى الناس اللي باغيين يدخلوا لايطاليا وما عندهمش امكانيات ديال عقود موسميه. صراحه هي صعيبه واحد شويه بالنسبه للناس اللي خارج المغرب، ولكن راه كل شيء ممكن، اي حاجه ممكنه، حتى شي حاجه مو مستحيله، واللي مكتب الله هي اللي غادي تكون ان شاء الله. هادشي علاش قررت الاخوان باش نهضر لكم ونوريكم طريقه باش تحصلوا على عقد عمل موسمي. حيت بزاف الاخوان كيسولوا مثلا كيقولوا انا عندي خويا ولا اختي ولكن ما عارفش خويا حتى باترون باش يدفع ليا كونطرا، حيت كاينين غير السماسره تما. المهم الاخوان انا راه ما نقدر ندبر حتى شي واحد في شي كونطرا ولا هاد القضيه هادي، غير نساوى انا نقدر نساعدكم باش ما كان، ولكن باش نتكلف لشي واحد هاد القضيه ما تخليوهاش حتى في لي كومونتير، الله يسر عليكم. المهم الاخوان اغلب السماسره كيقلبوا على هاد المناسبه هادي، لدرجه انهم ما خلاوش عقود العمل الموسميه فابور واخا هي كتقام ب 16 اورو. المهم الاخوان نقطه اخرى، انا ما متاكدش 100% بالنسبه للناس اللي في المغرب باش يحصلوا على عقد عمل من هاد الارقام وهاد المواقع اللي غنخلي لكم وهاد جوج الشركات اللي غادي نخلي لكم. وباش نكون صريح معكم كنتمنى من اي واحد الاخوان ما يقولش لي انا اكرر مره اخرى دبر لي الله يسر عليك ولا الله يوفقك، وقف معايا في شي كونطرا. اللي خلى شي تعليق على الاخوان بهذا الشكل هذا ما غاديش نجاوبوا نهائيا باش نكونوا مفاهمين. انا والله ما كرهت نعاونكم كاملين، ولكن ما قاد على حتى شي مسؤوليه ولا نتحمل شي مسؤوليه، لان هذه الحكومه ما فيها حتى ثقه. ونبيعكم الوهم والكذوب بانني غادي ندفع لكم ولا غادي نلاقيكم مع باترون ولا غادي ندير قرعه لعشرة الناس كما كيقولوا شي اخوان. انا هادشي الاخوان راه ماشي ديالي، ولكن انا لوجه الله ضبط على هاد احسن جوج الشركات اللي هما شركات كبار ومزيانين، امبريزي كيقلبوا على الخدامه، ومخلين حتى الرقم ديال الواتساب باش يكون الاتصال ديالكم معهم ساهل. واخا مخلين حتى الايميل ديالهم، البريد الالكتروني. هذه حتى هي نقطه ايجابيه ونقطه مزيانه. واهم نقطه، هادو جوج شركات مكلفه بالعمال سواء من ايطاليا او خارج ايطاليا، وسهل حتى التواصل معهم. الا كنت عندك اللغه الايطاليه ولا قلب على شي واحد يهضر معاهم ولو للمره الاولى، ولا يتراسل معاهم ميساجات في الواتساب كتابيا بطبيعه الحال. واهم نقطه اللي هي اللي ايجابيه بزاف، انهم كيقلبوا على اكثر من 750 عامل هذه السنه. وباش مزيانين عاوتاني ان هادو السكن الاخوان راه مهم بالنسبه لي كونطرا. بلا سكن راه ما كاينش كونطرا، وحتى حاجه ما غادي تكون الا ما كانش السكن. راه حيت كتخرج لجنه قبل ما يعطيو الموافقه ديال النول الاوسطى، كتخرج لجنه كتشوف السكن واش كاين ولا ما كاينش، واش لائق ولا ماشي لائق. بحال تقريبا بحال التجمع العائلي، مثلا الزوج يبغى يجيب الزوجه ديالو ولا العكس، الكوموني كيخرج الفيجي الاورباني وكيشوفوا ديك الساعه عاد واش كيعطيوك الموافقه واش لائق ولا لا. اذا الاخوان حتى الفيزا ديال التجمع العائلي راه بحالها بحال لي كونطرا تماما، لما كان السكن راه ما كاين والو. ونقطة مهمة الإخوان، باغي العمال سواء بالتجربة ولا غير تجربة، مثلا كما كنقولوا عنده خبرة في هذا الميدان ولا ما عندوش، هما عندهم بحال بحال. حيت كاينين بزاف شركات ولا مواقع نيت من نفس الموقع اللي غادي نخلي لكم كيطلبوا الناس اللي عندهم تجربة وعندهم خبرة في بزاف الميادين. ولكن هادو صراحة ما طالبينش هادشي، كيقول لك ولو بدون تجربة ولا بدون خبرة. المهم الاخوان، اللي عنده صاحبه ولا خوه ولا اختو ولا اي واحد من العائله ديالو في ايطاليا وباغي يساعدك وما عارفش ولا ما قادرش، ما عرفش مين يدبر ليك على كونطرا، ممكن تقيد هاد الارقام اللي الجوج اللي غادي نخلي لكم، وحتى الموقع حتى هو
غادي نخليه لكم، غادي نوريكم الطريقه ديال البحث ديالو كيفاش غادي تبحثوا فيه الا دخلتوا من غير جوج الشركات هادو. غنخلي لكم الارقام ديال الواتساب ديالهم، ويتصل بهم ويمشي عندهم، راه 100% غادي تكون ان شاء الله غادي يكون خير، وغادي يدبروا لك في كونطرا بلا فلوس، بلا 16 اورو حتى هي تقريبا حتى هي ما تخلصهاش. واهم نقطه الاخوان اللي هي مزيانه بزاف هو ان الا سهل عليكم الله من هاد جوج الشركات ولا من هاد الموقع وخديتو كونطرا من عندهم، من الاحسن الناس اللي غيدخلوا لايطاليا ان شاء الله وما عندهمش شي حد من العائله ديالهم هنا عنده الجنسيه الايطاليه اللي يقدر يساعدو باش يصاوب البرميسو دي سوجورنو ديالو، من الاحسن ما يحرقش الفيزا الاخوان. وهذا الشخص اللي من العائله الا كانت عنده الجنسيه راه يقدر يصايب لك اوراق الاقامه ديالك. اذا من الاحسن اللي ما عندوش شي شخص من العائله ديالو هنا في ايطاليا ما يحرقش الفيزا، حيت اللي عنده شخص هنا من العائله ديالو يقدر يصاوب ليه اوراق الاقامه من بعد، ولو ما رجعش للمغرب ماشي مشكل. واللي ما عنده حتى واحد من الاحسن يرجع وما يحرقش الفيزا. غير النقطه المهمه يخلي صوره نقيه عليه مزيانه ونقيه بزاف مع هاد الشركه اللي غادي يخدم معاهم في هاد الموسم هذا، ويقول لهم بانه باغي يرجع يخدم معاهم الموسم المقبل ان شاء الله. وكون متاكد بانه غادي تجي ان شاء الله باللي يدفعوا لك هما مره اخرى كونترا ديال 2020 ان شاء الله، حيت هذيك الساعه ممكن تجدد وتغير البرميسو ديالك من بيرميسو ساجونالي لسوبورديناتو. وهاد القضيه غادي نشرحها في الفيديو اللي مورا هذا ان شاء الله، حيت بزاف الاخوان كيسولوا على هاد القضيه هذه. واهم نقطه الاخوان الكونترات ديال هاد الشركات راه مقبولين ومضمونين 100% بعد ما كيتكلفوا بيك وكيدفعوا ليك. المهم الاخوان هذا الموقع وبالخصوص هاد جوج شركات اللي وحده منهم مكلفه بالعمال ديال الفلاحه والثانيه بالعمال ديال السياحه، ممكن خوك او اي واحد يتدخل ليك، الناس اللي هنا في ايطاليا ولا حتى الناس اللي باغيين يقلبوا على الخدمه اللي هنا بايطاليا. وكيف قلت لكم اللي عنده خو ولا اختو مثلا هنا بايطاليا ممكن يتدخل له ويكون وسيط بينك وبينهم، راه عندهم رقم الواتساب وكل شيء راه ساهل. واللي ما عنده حتى واحد يتصل بهم حتى هو، سواء كاين هنا بايطاليا ولا غير ايطاليا، المهم الواحد يدير السبب والكمال على الله، راه كل شيء ممكن الاخوان. اذا الاخوان هادو هما الشركات هذه ديال الفلاحه بالرقم الواتساب كما كنشوفوا هنايا، وممكن تسجلوا الارقام ديالهم عندكم وتتصلوا بهم من غدا ان شاء الله. وهذه ديال السياحه الاخوان وحتى هي نفس الشكل، وكيقلبوا على 750 عامل هذه السنه، وممكن تسجلوا الرقم ديالها هي كذلك وتتصلوا بهم غدا ان شاء الله. والموقع غادي نخليه لكم الاخوان اسفل الفيديو، وفيه بزاف ديال الشركات. وهو الموقع راه ممكن تحملوا التطبيق ديالو من البلاي ستور، راه كاين في بلاي ستور، حيت فيه بزاف ديال الشركات بهذا الشكل هذا، وفيه باترونات عاديين كذلك. غير انا كنصح بالشركات ليمبريزي ولا سوشيتا. مثلا هنا في البحث كيف ما كنشوفوا السياحه هنايا في البحث، انا درت غير بحث تجريبي في الموقع عطات لي 3399، وكما كنشوفوا والفلاحه عطات في البحث 46، ولكن هادو راه اغلبيتهم شركات. والعمل الموسمي عطى في البحث كيف قلت لكم راه اغلبهم شركات، ولكن كل شركه ما تنساوش راه كاين اللي كتبغي حتى 1000 عامل. والعمل الموسمي عطى في البحث 1548. اذا الاخوان لهذا السبب راه كل شيء ممكن، الواحد يتوكل على الله. انا درت غير هذا الفيديو حيت بزاف الاخوان بغاو يعاونوا الاخوان ديالهم والاصدقاء ديالهم، ولكن السماسرة طلبوا لهم الثمن بزاف. هادشي علاش درت هذا الفيديو. والموقع غادي تلقاو ان شاء الله اسفل الفيديو. الاخوان والاخوات وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنسوش الفيديو الجديد ان شاء الله اللي فيه بزاف الاجوبه على بعض الاسئله ديال بعض الاخوان بخصوص العقود الموسميه ولا جورنامنتو وحتى لا ريزيدنسا. وهادشي كلشي ان شاء الله غادي نهضروا عليه في الفيديو المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.